طبعا الكريدت سكور كلش يعني جزء مهم من موضوع الشراء، حتى التعاملات التجاريه بامريكا. وايد ناس للاسف هاملين هالموضوع وبعدين يتفاجئون انه يتكنسل موضوع الشراء او يتاجل من وراء السكور، لان السكور مثل يعني مقياس لك انه ايش قد انت ملتزم بالدفعات اذا تداين ككريدت او كمورجج. فمن واحد يستخدم السكور يعني يستخدم الكريدت، خلينا نقول الكريدت كارد مال بنك اوف امريكا، اهم شيء تعرف ايش قد مالتك الليمت ايش قد. اذا الليمت 1000 ما تصرف اكثر من $300 وتسددها وترجع تصرف. حتى اذا سددت يعني المبلغ 300 بس جاوزته سويته 500، انت السكور مالتك راح تنزل، ما راح تصعد. فدائما تعرف الليمت اول شيء، تعرف ايش قد الماكس. واللي ما يعرف يسال البنك، يدخل على الاونلاين بانكينج ويتشيك، موضوع مو صعب، او يخابر البنك او شركه يعني الكريدت. وطبعا الليمت هو مو فد شيء ثابت، تقدر ترفعه، تقدر تطلب منهم يا بس سووا لي زياده الليمت من 1000 الى 3000، فيطلبون منك معلومات شنو الشغل، ايش قد الانكم السنوي، وعلى الاساس هم عندهم يعني الجوريثم او معايير معينه يقول لك اوكي وافقنا على الزياده صار 3000. فلما تصرف مرتاح، تصرف 1000. هاي موضوع الليمت.